الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات، وتحديدا العرب السوريين، سواء في سوريا أو في المهاجر والشتات، مرحبا. في حديث في هذا الفيديو سأحاول تناول آه، مدى خطورة وسمية تسرب فكر وأيديولوجية حزب العمال الكردستاني في الأوساط العربية. هذا التسمم الأيديولوجي العقائدي في تقديري لا يقل خطورة وفداحة من التسمم بالأيديولوجية والعقيدة الداعشية أو القاعدة. لأنه بالفعل صار بالإمكان المقاربة أو المقارنة ما بين التنظيمات العقائدية اليسارية، عربية وكردية، والتنظيمات العقائدية الدينية سواء عربية وكردية. هلا بعض الكرد أو الأغلب من الكرد رح يزعلوا في هذا الخصوص، أنه كيف تقارن تنظيما كرديا بتنظيمات تكفيرية جهادية مثل داعش أو النصرة. نعم، أنا أعني ما أقول، لأنه المشكل مش مع الكرد الموجودين ضمن هذا التنظيم، وأقصد حزب العمال الكردستاني. المشكل الكبير والعويص والخطير مع الفكر، مع المشكلة مشكلة فكرية، مشكلة عقدية، مشكلة أيديولوجية تستهدف المجتمعات، تستهدف الأنسجة الاجتماعية المتنوعة داخل المجتمع الواحد بحجة التنوع. يعني حالة من التضليل والزيف والدجل والخداع يصار إلى ممارسته وتطبيقه وتكريسه على المجتمع السوري المتنوع، القوميات والأديان والمذاهب والطوائف، والبيئة العربية تحديدا، يعني في مناطق الرقة ودير الزور والحسكة مستهدفة من هذا التنظيم. وأنا يعني في هذا السياق سبق أن ذكرت وأكرر مدى خطورة آه، يعني خضوع هذه البيئات لهكذا نماذج من المنظومات العقائدية المتطرفة. طبعا يعني أهل الرقة تحرروا من داعش، لكن صاروا يعني تحت احتلال إدارة أخرى. البعض من المنبهرين بهذه التجربة، تجربة حزب العمال الكردستاني، سواء من بعض المعارضين السوريين داخل الائتلاف، أو المنشقين عن الائتلاف، أو اللي كانوا أصلا خارج الائتلاف. دائما يحاولون التزام الصمت حيال هذا التسمم، أو التعامي، أو التماس الأعذار لهذا التغلغل الشرس، يعني لحزب العمال الكردستاني في الأوساط الكردية. طبعا الطرف الآخر الموجودين في الائتلاف يعني اسمحوا لي يعني أو سامحوني، بعض السذج يعني اللي بينخدعوا بالشعارات والزعبرات والهوبرة، يعني انه موضوع اكراد وعرب. الموضوع مش اكراد وعرب. يا آمل أن يصار إلى الفصل ما بين هالأمرين يعني المختلفين. الكرد تضرروا من حزب العمال الكردستاني وما زالوا يتضررون كثيرا. يعني العرب حاليا يتضررون، لكن لا يظهر هذا حجم الضرر للعلن. لاحقا سيظهر. ويعني الحالة العربية المنبهرة بحزب العمال الكردستاني
توازي الحالة الكردية المنبهرة بهذا الحزب في الثمانينات والتسعينات. طبعا انبهار نوعا ما يعني عاطفي أو نظري مش عملي. يعني أنا يعني الأخوة العرب، أنا آتيكم يعني من المستقبل لكي أخبركم عن اللي سيحدث. يعني آتيكم من المستقبل لأنني محمل بتجربة الماضي مع حزب العمال الكردستاني، ولا أريد أن يعني يتكرر نموذج هوشنغ أوسي كضحية من ضحايا هذا الحزب في الأوساط العربية، سواء على مستوى النخب أو العوام الناس العاديين. لذلك يعني أجد أنه من الواجب علي قرع ناقوس الخطر، ويتنبه من يتنبه، ومن يستمر يعني فليستمر. أنا أعلم أنه كثير من المثقفين العرب في فترات مختلفة تأثروا أو أعجبوا أو افتتنوا بتجربة حزب العمال الكردستاني، ولكن فيما بعد مع بالتقادم والاحتكاك والممارسة اكتشفوا يعني مستويات الزيف والدجل والخداع، وكيف أن الواقع العملي في التعاملات مناهض تماما ومناقض تماما للواقع النظري الذي يسوق عن هذا الحزب، أو الذي يسوقه الحزب عن نفسه، والمستفيدين من هذا الحزب يسوقون الصورة الوردية المثالية الثورية النضالية كل هذه التفاصيل عن هذا الحزب. يعني في هذا الخصوص يعني سأذكر التجربة اللي صارت في بروكسل قبل فترة وتحدثت عنها، يعني مؤتمر المسار الديمقراطي، وذكرت، وهذا كلام موثق، يعني أنه حزب العمال الكردستاني كان يراقب ذلك المؤتمر، ذلك اللقاء الاجتماع عبر الزوم، قيادة حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل. يعني هنالك من يجيد العربية ويكتب تقارير في يترجمها للغة التركية، تنقل إلى جميل بايك وقيادة الحزب. وقيادة الحزب أيضا هنا في أوروبا، المعني المباشر، الممول المباشر، الراعي المباشر لذلك المؤتمر، أيضا كان يراقب الملتقى. الأدهى والأنكى من ذلك، وصلتني معلومات أنه السفارة السورية كمان كانت تراقب. السفارة السورية في بروكسل هي أيضا كانت عن طريق الزوم شريكة في لحزب العمال الكردستاني في مراقبة علي رحمون ورياض درار وكل اللي كانوا موجودين في ذلك الملتقى. وظهر يعني بصورة وردية ويعني شغل مساحة، ذلك المؤتمر مساحة من نقاشات الرأي العام مع أو ضد يعني. لكن الموضوع في تقديري الخطورة مش على النخب، يعني والمثقفين والسياسيين. يعني ممكن لأي كيان عربي كبر حجمه أم صغر، لشخصية عربية معروفة ولا مش معروفة، أن تتواصل مع الحزب وتتأثر بما يطرح بشكل مباشر أو غير مباشر، أو بعض الأشخاص اللي يرون خصومة مع التيارات الإسلامية. حاليا الحزب استقطب يعني شخصيات إسلامية كمان، يعني مثل عبيدة نحاس ومحمد حبش ورياض درار، أصلا مستقطب سابقا يعني، وشخصيات علمانية، علي رحمون وفراس قصاص وآخرين من يعني هالحجم أو هالوزن أو هالنوعية يعني.
فالمشكل ليس في هؤلاء، المشكل في الشباب العربي، الشباب الغر العربي، يعني الموجودين الآن في الإدارة. هلا راح يطلع لي فراس طلاس بعد هذا الفيديو، فراس قصاص، ويحاول يبرر. كيف بده يبرر؟ بالهجوم والاستهداف. يعني العناصر الشباب العربي في مناطق الدير والرقة والطبقة والحسكة، هاي المناطق يصار إلى أدلجتهم، ويعني الزج بهم في الشبيبة الثورية. الشبيبة الثورية هذه المنظمة الإرهابية التي تمول حزب العمال الكردستاني بالمقاتلين، بخطف المراهقين والأحداث والقاصرات، والزج بهم في التشكيلات العسكرية، ثم نقلهم إلى مناطق حزب العمال الكردستاني، ويعني الزج بهم في معارك ضد الجيش التركي. يعني وأنا سأتكلم بشيء موثق، يعني من قبل الخوض في الموضوع السوري هنالك مسعى إلى نمذجة حزب العمال الكردستاني وأوجلان في الأوساط العربية، انطلاقا من مصر، أكبر دولة عربية ودولة عربية في المنتصف، في المركز، مركز العالم العربي. آه، يعني محاولة استثمار الخلاف المصري التركي والتغلغل، ليس للتعريف بالقضية الكردية، ليس يعني بتعريف الهم الكردي بالباحث والمثقف المصري، لا، بل التسويق لحزب أوجلان ولأوجلان في الأوساط المصرية. نتابع هذا المقطع وثم نعود. هذا ليس الاجتماع الأول أو الندوة الأولى من نوعها، محاولة التلاقي مع مثقفين مصريين ناصريين علمانيين شيوعيين، والتسويق لنموذج حزب العمال الكردستاني في الأوساط المصرية. طبعا الأوساط المصرية يعني ممكن أن يأخذوا بظاهر الأمور والأمور النظرية، لكنهم لم يعايشوا التجربة، مرارة التجربة. الأكراد في تركيا وفي سوريا عاشوا مرارة وقسوة وبشاعة التعامل مع حزب أوجلان. المثقف المصري ما عنده هالاطلاع على تجربة عبد الله أوجلان والتحولات التي طرأت على هذه التجربة عندما كان عند حافظ الأسد 19 سنة، وعداء حافظ الأسد لمصر وقت ذاك من فترة التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد وحتى موت حافظ، قبل موته يعني بفترة تحلحلت العلاقات المصرية السورية. المثقف المصري ليس على دراية، يعني وهنالك بعض، يعني المشهد الثقافي المصري مثله مثل أي مشهد ثقافي في العالم العربي والكردي، هنالك بعض
المثقفين المتهافتين أو المثقفين اللي مستعدين يعني يعني أن يتناولوا أو يغنوا أو يمدحوا قوى استبدادية سواء كانت أنظمة أو أحزاب. أنا بعرف يعني أنا قريب من هذا الوسط، وأعرف مشاكل الوسط الثقافي في مصر، في سوريا، في لبنان، في العالم العربي، وأعلم يعني مشاكل وعلل المشهد الثقافي الكردي كمان يعني. وبالتالي هذه الندوة انه احزاب كردية لم تحضرها احزاب كردية، حزب واحد اللي حضر يعني هو جماعة اوجلان في سوريا، حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب سوريا المستقبل، واثنين طيزين بالباس يعني كما يقال بالدارجة. نفس وحتى هنالك عناصر في هذا الحزب، عناصر في هذا الحزب كمان يعني ما عندهم الفرق انه ان تكون في هذا الحزب وفي ذاك الحزب كمان يعني. مش الكل لكن هنالك يعني، وأحزاب مسيرة من كوادر حزب العمال الكردستاني، ما فيها الاستقلالية، استقلالية الرأي والقرار. أصلا التمويل، هذا التمويل ضخ الفلوس والتمويل في مصر، و يعني استئجار مكتب فخم في وسط البلد في القاهرة، في أحد الشوارع المتفرعة من ميدان طلعت حرب، واعتقد شارع القصر العيني وهيك شيء يعني، له المكتبة هنيك يعني. واللي تدير المكتب حاليا، قبل كان سيهانوك ديبو الأهبل اللي مفكر نفسه فيلسوف الغبرة، عبيط وهبل وزمباوي، يعني بحياته مش قريان كتابين ثلاثة، أو حتى لو قريان. المشكل في الجاهل اللي بيقرأ كم كتابه بيظن نفسه كارل ماركس وهيجل أو كانت، أو المهم. الآن اللي تدير المكتب أو التي تمثل المكتب ليلى موسى أو هيك شيء اسمها، هي بعثية سابقة ما لها أي رصيد يعني في في النضال السياسي الكردي، وهي يعني مستجدة، أبوتشية أو أجولانية مستجدة في هذا الموضوع يعني. يعني مهم، فيصار إلى عقد ندوات وملتقيات ويصرف عليها من الحزب لكي يعني يقنعوا أن هنالك حراك وحضور لحزب العمال الكردستاني، حضور ثقافي سياسي تنويري في في مصر. طبعا قد يقول قائل: يا هوشك أنت كمان بتروح على مصر؟ طبعا أنا بروح على مصر كمثقف، ككاتب، كأديب، أقدم صورة إنسانية أخلاقية عن المسألة الكردية، عن الشعب الكردي، عن المعاناة الكردية، عن الأدب الكردي للوسط الثقافي المصري. أنا لا أقدم يعني حزبي على يعني ما هو حزبي على ما هو قومي أو وطني، مثل ما بيساوي جماعة أوجلان. لا أسعى إلى نمذجة أي مثقف كردي أو الثقافي الكردي، لا، أنا أطرح وجهات نظر ومواقف وآراء إنسانية ثقافية للوسط المصري اللي لي تواصل معه، ويعني تجمعني صداقة بالعشرات من المثقفين المصريين والمثقفات المصريات. ودائما أحاول أن أكون إيجابي، وأن أطرح المسألة الكردية بشكل حضاري مرن وإنساني وعام، مش بفجاجة و و يعني وأسلوب فيه نوع من النمزجة والأسطرة والهوبرة والزعبرة كما تفعله جماعة أوجلان من السوريين، وبيحاولوا يقدموا صورة وردية
لعبد الله أوجلان المثقف المصري إلهامي المليجي، يعني إلى أي درجة بيعرف آه، تفاصيل تجربة عبد الله أوجلان، آخذها من أفواه الأوجلانيين اللي بيشوفون في مصر، لكن لم يعايش التجربة، ما بيعرف مرارة التجربة، لا يعلم مدى تلطخ أيدي عبد الله أوجلان بالتصفيات الداخلية وقتله لرفاقه داخل الحزب. لا يعلم حجم ال التنازلات والاستسلام ال 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 يعني الذي تتميز به شخصية أوجلان، سواء عندما كان في تحت رعاية ودعم حافظ الأسد، والآن هو موجود لدى السلطات التركية وتحت رعاية وحماية ودعم السلطات التركية. يعني على يفترض أنه مسجون، يعني وهذا افتراض. ما يقال أنه مسجون، لكن تفاصيل السجن وما يحدث في السجن وما التصريحات اللي صارت خلال هذه الفترة من 99 لل 2024، يعني المثقفين المصريين مش ملمين في هذا الخصوص. مقصدي أنه آه، هذه الجماعة، جماعة حزب العمال الكردستاني، حققت بعض الخطوات في التواصل مع السلطات الأمنية المصرية، يعني ونمي إليه، يعني نمي إليه من بعض المصادر أنه هذه الجماعة تقدم تقارير يعني ضدي أنا، لأنه إلي زيارات تقريبا كل معرض كتاب أزور القاهرة، وأنه هنالك محاولات لمنع نشاطات هوشان جوسي في مصر. هذه المحاولات تنجح تفشل، هذا موضوع آخر، وهذه على مستوى معلومات وصلتني وسأحاول التأكد منها. يعني أقولها هكذا أنه هذا السلوك غير مستبعد عن هذه الجماعة، جماعة حزب العمال الكردستاني، التي تحارب الرأي المختلف والرأي الناقد والرأي الموثق في كل مكان، لا تدخر وسعا في هذا الخصوص، مناهضة الرأي المختلف، الرأي الذي يعري زيف ودجل هذه الجماعة، ويحاول أن يقلل حالة تسمم الأوساط الكردية والأوساط العربية بهذه العقيدة يعني المضللة، في أقل تقدير يمكن وصفه بأنها عقيدة أيديولوجية مضللة. باسم حركة الشبيبة الثورية والمرأة الشابة في منطقة الطبقة، نعلن عن افتتاح خيمة الاعتصام والوفاء تضامنا مع قائد الإنسانية عبد الله أوجلان، وذلك لمدة يومين تحت شعار من أجل حرية القائد هلم لمعركة الحرية. وتأتي هذه الخيمة ضمن عدة فعاليات نقوم بها من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان وفضح جرائم الدولة التركية بحق شعوب المنطقة والعالم، مطالبين جميع المنظمات الدولية والإنسانية بأن نقف موقفا مشرفا وتتحرك بوجه هذا المجرم. الثورية بالانضمام للوقفة الاحتجاجية باعتقال وسجن الغائب عبد الله أوجلان، ورغم صوتنا لصوت الرفاق بالشبيبة الثورية ولكل مثل ما ذكرت الشريف وحر ضمن الإدارة. كثيرا ما أسمع أو أقرأ من الأوساط العربية التي تحاول أن تصور المشكل مع حزب العمال الكردستاني على أنه مشكل مع الأكراد ومع العرب. طبعا هذا غير صحيح. الأوساط العربية هذه كانت تتحسس
أنه إذا جرى الحديث عن الحاضنة العربية لتنظيم داعش أو جبهة النصرة أو التنظيمات التكفيرية، كانوا بيزعلوا، بيقولوا أنه مش كل العرب داعشيين، مش كل الرقة، يعني رقة عاصمة الدولة الداعشية، لكن مش كل أهالي الرقة داعشيين، وهذا صحيح. ورفض التعميم صحيح، لكن على المقلب الآخر يصار الحديث عن التعميم في ما يتعلق بالكرد. في ناس بتتحسس من الأكراد، وهذا الخرافي أنا 100 مرة كررته، يعني إنه موضوع الكردي والأكراد مش مشكل، يعني ما، وإنه هالمقولة قالها طبعا الأكراد، هذا الوهم اللي عندهم، يعني إنه الأكراد كلمة تقلل، وقالها العنصريين والقومجيين البعثيين في سوريا والعراق. مش صحيح هذا الكلام. الأكراد والكرد الكلمتين وردتا في مصادر تاريخية عربية، ووردتا في نصوص الشعرية الكردية القديمة قبل 300-400 سنة. فيعني لنتوقف عن تكرار هذه المسألة، والكلام موجه للأعزاء الكرد والأكراد، يعني نفس الشيء. فال ال- ال- النخب العربية والأوساط العربية السياسية كانت تتحسس من قضية الحاضنة، واستهداف كل البيئة العربية على أنها حاضنة لداعش، لكن حساسيتها تقل عندما تعمم أنه الإكراد، أو هنالك مساعي تكريد، وهنالك يعني أتمنى وآمل من النخب السياسية العربية ومن المثقفين العرب أن يخففوا أو يتبينوا أو يتأكدوا. إذا في مساعي تكريد سأكون معهم ضد هذه المساعي. كيف يعني أنا حتى الآن ما بعرف إذا تم فرض اللغة الكردية على الرقة وفرض اللغة الكردية في دير الزور، هذا وقتها يعني يعني بالفعل هنا موضوع تكريد. إذا تم تغيير اسم الرقة واسم الطبقة والدير الزور وكذا، فبالفعل هنالك مساعي التكريد، هي نفسها المساعي اللي سواها حافظ الأسد عندما فرض الحزام العربي ومنع الأسماء الكردية وغير أسماء القرى والمدن، وسوى كثير شغلات، وناهض وحارب ومنع الثقافة الكردية. في مناطق الرقة ودير الزور إذا في منع للغة العربية، في منع للثقافة العربية، في منع للتراث والعادات والتقاليد والزي العربي، للأعياد والنشاطات العربية بنفس الطريقة اللي كان بيسويها حافظ الأسد، هذا يعني بالفعل أن هنالك مساعي تكريد. أنا في تقديري ما في تكريد، لكن في أوبجة أو تأوبج أو يعني الأوبجة من الآبوجية، والآبوجية إحدى تسميات حركة حزب العمال الكردستاني نسبة إلى آبوتشي، يعني الموالي أو التابع لآبو، وآبو هو اختصار اسم عبد الله أوجلان، مشان يكون واضح. يعني الآبوتشي، الأوجلاني، البككي، كلها توصيفات وأسماء لكيان سياسي واحد. هنالك مساعي ل يعني جعل المجتمع العربي والبيئة العربية في مناطق سيطرة قسد ومناطق سيطرة حزب العمال الكردستاني متشربين. هذه البيئة تكون متشربة بالوعي الأوجلاني، سواء بحكم التكرار والتقادم بيصير شيء عادي من الروتين. يعني منذ فترة سقوط عاصمة الخلافة الداعشية وحتى الآن، والرقة، مناطق الرقة تحت سيطرة هذا الحزب.
ومناطق شاسعة من الدير أيضا ومن الحسكة، وبالتالي يصار إلى أدلجة وهذه المناطق العربية بالأيديولوجية الآبوتشية، بالأيديولوجية الأوجلانية، ونمزجت آبو وأسطرت آبو على أنه قائد الشعوب وقائد الإنسانية. أنتم شفتوا يعني الشاب كيف بيحكي يعني وقائد الإنسانية وكذا وأين وضمن الشبيبة الثورية. إذا بتعملوا بحث عن الشبيبة الثورية الأوجلانية أو تابعة لحزب العمال الكردستاني ومدى المهام القذرة من تجنيد القاصرات، من الخطف، من القتل، من التهديد، كل هذه المهام القذرة والإرهابية مارستها هذه المنظمة، منظمة الشبيبة الثورية، التي تتبع مباشرة مش لقصد لقيادة حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل، ولا سلطة لقصد على هذه المنظمة. أصلا لا سلطة لقصد على نفسها، سلطة حزب العمال الكردستاني على قصد. وبالتالي العشرات المئات من الصبايا العرب والشباب العرب ضمن هذه المنظمة حاليا، ضمن هذه المنظمة. فراس قصاص وعلي رحمون بإمكانهم أن يتحروا من ذلك. وطبعا الموضوع مش صحيح هو عسكري وأمني وسري، لكن فقط بعض عمليات التحري عن الفيديوهات، عن التقارير، عن المقالات راح يوصلوا إلى هذه النتيجة. وأدلجت العناصر الشابة العربية شباب وصبايا وغسل الأدمغة نفس قصة داعش. كيف يعني داعش كانت تغسل أدمغة وتغرر بالأحداث والقاصرين والقاصرات يعني في الأطفال. نفس القصة، نفس الأسطوانة بنغمة مختلفة نوعا ما. ويعني هذا هو المقصد، أنه هذا الشاب الذي يترعرع كما ترعرع على فكر البعث والقائد الأبدي والقائد الأسدي، الآن قائد الإنسانية، مش قائد الأمة العربية، قائد الإنسانية. هذا موجود ضمن الشبيبة الثورية ويمارس على الشباب والصبايا العرب، وموضوع خطير للغاية. لماذا هو خطير؟ لأنه العنصر المدجج من الرقة أو من دير الزور بمنتهى البساطة بإمكانه أن يقتل رياض الضرار إذا رياض الضرار تجاوز وانتقد أوجلان، حتى ولو كانوا اثنين من أبناء منطقة واحدة. بإمكان هذا العنصر الرقاوي أن يقتل خلف علي الخلف إذا تجرع خلف علي الخلف على انتقاد بكك وزعيم بكك في الرقة، حتى ولو كانوا اثنين أبناء مدينة واحدة. المقصد أنه شخص المؤدلج والمدجج بالأوهام والخرافات والأساطير عن أوجلان وحزب العمال الكردستاني ما راح تفرق معه، انه ابن منطقته ابن اسرته. هذا الوباء، هذه الكوليرا، هذا السرطان نحن عانيناه. الكثير من الكرد استهدفوا اهاليهم، يعني عوائلهم بالتصفية والضرب لمجرد انهم اختلفوا مع حزب العمال الكردستاني. يعني هذا هو يعني مستويات التسمم العقائدي اللي جرى ويجري على المجتمع الكردي، الآن يجري على المجتمع العربي. هون مكمن الخطورة. هؤلاء اللي تم تجنيدهم، يعني بكرة الأكراد راح يقولوا إنه هدلوني عرب. لا، مش عرب، هدلوني أوجلانيين، هدلوني آبوتشيين عرب، مدججين ومعبئين ومغسول أدمغتهم. وأين العدو؟ هذا هو العدو.
هوشنغ غوسي مثلا عدو، روحوا استهدفوا. هذا يتطاول على الغايد، ويتطاول على الشهداء، وباللكنة الشاوية أو الرقاوية يعني راح يعبوا رأسه، والمسكين ما بيعرف يعني. وسينفذ أوامر الحزب لأنه هو مغيب، لأنه هو في غيبوبة عقائدية أيديولوجية اسمها حزب العمال الكردستاني. هذا ما هو يعني. وهؤلاء الشباب يعني اللي سيبقى في المنطقة بده سنوات، بده عقود حتى يتعافى من هذه الدرجة العالية من السمية الأيديولوجية في وعيه. بده عقود. أنا اللي عشت أكثر من 20 سنة مع هذا الحزب، صار لي 13 سنة أراجع وأنتقد وأواجه، ويعني لا أزعم بأنني تطهرت تماما 100% من فيروسات وميكروبات وجراثيم هذا الحزب، لأنه هي نفس الفترة، في نفس المرحلة العمرية اللي يصار فيها الآن تجنيد الشباب والصبايا العرب. أنا كمان كنت يعني 15 16 سنة ونفس هاي الفترة وأقل كمان. هذا هو مكمن ووجه الخطورة اللي أحاول أن ألفت رأي النخب العربية المخدوعة بحزب العمال الكردستاني، ومدى يعني التلف الحاصل حاليا في المجتمعات العربية، وما سيحصل وفي هذه المجتمعات من تلف أكثر فضاحة مستقبلا نتيجة الانبهار والانصياع والإذعان لهذه المنظومة القيمية العقائدية الأيديولوجية المضللة والمسمومة. اسمي شرفان آجر. سبب انضمامي على الحزب تأثر بفكر الغاد، يعني تأثرت بفكر الغاد وفلسفة تبع الغاد عبد الله أوجلان وحرية الشعب. يعني لما الغاد بده يحرر الشعب يعني. والسبب الثاني تأثرت يعني برفاق الشهداء، يعني كثير أصدقاء لي بالمجتمع راحوا شهداء يعني مشان الوطن تبعنا. على هذا الشيء، على هذا الأساس يعني حبيت أنضم للحزب وتعرف أكثر يعني على فكر الغاد. بعد ما انضميت يعني شفت أكاديمية مقاتلين جدد. بهي التدريب يعني تعرفت أكثر وأكثر على فكر القائد عبد الله أوجلان، وعلى حركة الحزب، على إيش الحزب، إيش هدف، يعني هدف تبع الحزب يعني. على هذا الأساس حبيت أقدم حالي، وحبيت يعني أتحرك بين هالحركة يعني. وبهي الأكاديمية يعني بنيت لحالي هدف لحتى أقدر أمشي على هدف تبعي. وأضرب العدو، نضرب عدو تبعنا ضربة قوية لحتى نقدر نحرر مجتمعنا يعني من عدو تبعنا. يعني لما صار حرب كوباني، حرب سريكاني، حرب رقة، حرب منبج، يعني الرفاق اللي نزلوا من الجبل لحتى العدو ما يفوت على الأراضي تبعنا، لحتى العدو ما يفوت ويمشي حكمه على الشعب. الرفاق يعني كتير رفاق استشهدوا، يعني نزلوا من الجبل استشهدوا. وعلى هذا الأساس أثرت بالرفاق اللي استشهدوا، وحبيت أمشي على طريق هاي الرفاق وأكمل الهدف تبعهم. وعلى هذا الشيء قدمت اقتراح إني أطلع الجبل يعني. بعد مدة قصيرة اقتبل الاقتراح تبعي وطلعت على الجبل. يعني هاي السنة راح نفوت على ساحة الحرب، يعني هاي السنة على حملة هاي السنة، يعني راح نفوت من ناحية فكر. صار بي تفكير من ناحية من هذا الطرف، شلون أحمي حالي، شلون أحمي رفيقي، شلون هذا يعني نموذج، هذه عينة من الشباب العربي الذي غرر بهم وأرسلوا إلى جبال قنديل. ولاحقا كما يعني يظهر في كلام المقاتل
العربي اللي هوسوا بالغايد ودفاعه عن القضية يعني راح يروح يقاتل العدو. أين هو العدو؟ الجيش التركي هو العدو. ربما هذا الشاب المغرر فيه، هنالك شاب آخر مغرر فيه في الجيش الوطني من نفس المنطقة، من الرقة أو من الحسكة، من نفس المنطقة. واحد على جبهة حزب العمال الكردستاني والثاني على جبهة الجيش الوطني التابع لتركيا، واثنين بيتقاتلوا وبيقتلوا بعض، مثل ما الأكراد قتال الأخوة والأخوة على جبهات مختلفة متصارعة، العرب والعرب أيضا نفس القصة يعني. ف يعني الخطورة تجاوزت تجنيد ال 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 الأطفال العرب، الشباب العرب، الصبايا العرب. ويعني قد يقول قائل، بيطلع لي مثلا خلدون حيدر أو فراس قصاص ويقول إنه إيه العرب بس إنهم انقسد ما بيطلعوا لبرا. لا حبيبي، بيطلعوا لبرا، بيسافرون لبرا، بيسافرون لمناطق جبال قنديل وبيدخلوهم بحروب ومعارك مع الجيش التركي. وطبعا الحزب لا يعلن عن هذه التفاصيل، ويبدو لي أنه يجهز نفسه لحملة عسكرية، وهذه الحملة العسكرية القادمة سيكون حطبها شباب عربي من آه، دير الزور ومن الرقة ومن الحسكة. وإذا وصلت وطالت يد حزب العمال الكردستاني التي تصل إلى السلامية ويجندوا أطفال السلامية كمان، ما راح يقصر الحزب يا أستاذ خلدون وغير خلدون. يعني إذا وصلوا لإدلب كمان ليجندوا أطفال إدلب، في راس قصاص ممكن يقول إيه مو مشكلة، النصرة تجند، خلي حزب العمال الكردستاني يجند. أني كمان حزب علماني ويساري وحداثوي، يعني مش مشكلة. فإذا تجنيد مفروض ومفروض وخلاص، هدلوني بجندوا هدلوني كننوي. لا، التجنيد من النصرة مرفوض، ومن حزب العمال الكردستاني يفترض أن يكون مرفوضا وفق منطق حزب الحداثة والديمقراطية اللي زعيمه في برلين. ما بيصير، ما بيصير شخص يعيش في برلين في ألمانيا يحاول أن يلتمس الأعذار والمبررات والحجج الواهية والمتهافتة لحزب العمال الكردستاني، ومدى تلاعبه بالمشاعر، ومدى تلاعبه بالأفكار، وعمليات التضليل المريعة والتسميم اللي بيمارسها هذا الحزب على البيئة العربية في المناطق العربية، في الدير الزور والرقة والطبقة والحسكة وحتى القامشلي كمان. هون مكمن الخطورة. أنا عندما أنتقد بيطلع لي واحد بيقول لي إيه الصحن اللي أنت، يعني هذا الكلام العادي والعامي، الصحن اللي أنت أكلت منه لازم ما تبزق فيه، من الكلام العاطفي الساذج اللي لا يستند على أرضية فكرية صلبة. طبعا مش حزب العمال الكردستاني أكل من صحوننا 20 سنة، من 80 لل 2000، مش بس بزع على في الصحن اللي أكل منه حزب العمال الكردستاني، بزع على أصحاب الصحن كمان، وقتل صاحب الصحن كمان، صاحب الصحن كمان قتله. مثال ما بيعرفوا الأخوة العرب، ما بيعرفوا شيء عن عبدي نعسان. عبدي نعسان تعرف على آبو وهو في فترة الجامعة في ال 74 73 عندما كان في تركيا يدرس الصيدلة. بعدين عندما اجى عبد الله اوجلان على كوباني استضافه في ال 79، عدة أشهر بقي عبد الله اوجلان وزوجته عند عبدي نعسان من كوباني. وفي ال 85 حزب العمال الكردستاني قتل عبدي نعسان، جريمة تصفية بحق من استضافه اوجلان في منزله
ولسبيل إيه أنت لازم تبزق في الصحن اللي أنت أكلت منه. لا، أنا ما أكلت من هذا الصحن، أنا ما كنت في ديار بكر. حزب العمال الكردستاني إجا لعندي، إجا على سوريا، إجا على مناطقنا، إجا على دمشق، واحتضننا هذا الحزب وبذلنا في هذا الحزب مالا وجهدا ودما. ما أنا ما بتمشي عليه الكلام العاطفي والشعبوي والعامي ومن الأمور العاطفية. ما في وعي للمحاججة، فبيحكوا لك هيك كلام سطحي. والمنخدعين بهذا الوسط من الأكراد مثلا، رامي عبد الرحمن أحسن منك لأنه عربي يدافع عن القضية الكردية، وفراس قصاص أحسن منك، وعلي رحمون ورياض ضرار ومن هالقصص. شو خسر شو خسر رامي عبد الرحمن يعني من جهده، من ماله، من دمه، من عمره في الدفاع عن هذا الحزب؟ هدلون اللي الآن هم الواجهة، وهم يعني على أساس حجج على هوشنغوسي بوصفهم عربا يدافعون عن الأكراد. هم لا يدافعون هم يدافعون عن حزب العمال الكردستاني نتيجة مصلحة ما بمستوى ما مع هذا الحزب. هذه التفاصيل موجودة في الساحة العربية، ويعني مغيبة لا تناقش. لا العرب أحيانا بعض الأخوة العرب كمان بيناقشوا بانفعالية وبسطحية، ما بيناقشوا يعني بالعمق بهدوء ومحاولة اجتراح الحلول، البحث عن حلول، آليات التعامل. طبعا في خرافة وأكذوبة كبرى سبق أن أشرت إليها، أنه التواصل مع حزب العمال، التواصل مع القسدة وبيدة سيبعد هذه الكيانات عن حزب العمال الكردستاني. أنتم في أوهام تعمهون وتسبحون وتنطحون. هذا وهم، هذا وهم. يعني أنا اللي كنت مع هاي الجماعة حاولت، مش يعني بالحجة بالنقد بالكلام، أن أصحح مسار هذا التيار، أنه خلي كردي سوري وطني غير مسير بالريموت كنترول من جبال قنديل. وفشلت. أنت يا أستاذ علي رحمون راح تنجح، يا أستاذ رياض درار أنت راح تنجح في فصل مسار حزب البيدة والقسدة والمسدة عن حزب العمال الكردستاني. اتفضل. لا أشوف يعني مهاراتك وقدرتك على إقناع صالح مسلم ولام أحمد وزهاد كوباني ومظلوم عبدي أنه خلاص يكونوا رجالة واتخذوا القرار الوطني الذي تمليه عليكم مصلحة شعبكم الكردي داخل سوريا. تفضل وأقنعهم. مقصدي أنه هنالك خطورة، وخطورة حقيقية على الأجيال العربية القادمة تحت وصاية وسلطة وسيطرة حزب العمال الكردستاني راهنا ومستقبلا. هذا ما أردت أن أقوله وأن أشير إليه، منتظرا يعني ردود الأفعال العربية على هذه الحالة المرضية، وآمل أن لا يستمر النخب أن تستمر النخب العربية بالتورط والضلوع في حالة التسميم هذه، وحالة الأسطرة والنمذجة اللي بيساووها لحزب العمال الكردستاني في الأوساط العربية. أكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم في موضوع آخر يهمنا كأكراد وعرب داخل سوريا. تحياتي.